كان اي مكان يعثر عليا فيه ويلاقيني فيها كان يعمل معايا. كنا زي البهايم بالظبط، كنا عاملين كده لو في زريبة كان يجي معايا فيها. انا اسمي اسراء، عندي 28 سنة. كنت متجوزة اول جوازة ليا في القاهرة، وكنت حياتي كلها عايشة بالطول والعرض، ما عنديش خلفية في اي حاجة. عارفين انتوا الست اللي هي ما بتفهمش في اي حاجة خالص، غير بس ان هي بتعمل الشغل البيت اللي عليها وتروح عند امها تساعدها وبس، او حتى تروح عند حماتها وتقعد تساعدها وبس. ولا بفهم في اي حاجة في الدنيا ولا في الحياة عموما ولا في اي حاجة. يعني تقدروا تقولوا ببساطة كده انسانة مليش اي لازمة. اول جوازة ليا كان شخص جالي من المدينة، من المدن يعني، لكن انا بنت ريف، بنت ريفية من الارياف. الشخص ده كان هو عنده شقة تمليك بتاعته، وكان عنده محل فراخ، كان هو بيشتغل يعني في الطيور وكده، وفي بيته الملك ده كان بيربي فيه طيور ويبيعها. فانا اتعرفت عليه وعجبته وهو عجبني، وساعتها بقى جالي وتقدم لي، وانا وافقت عليه واتجوزت وسافرت معاه، وبقيت عايشة معاه في المدينة اللي هو كان عايش فيها. وكنت بنزل اجازات يعني لاهلي كل فين وفين، كل فترة يعني بعيدة والتانية، علشان بس ان انا اطمن عليهم واشوفهم. ما كانش فيه ما بيني وما بينه اي مشاكل. يعني جوزي الاولاني ده ما كانش فيه اي حاجة بتخلينا نحس ان احنا مش كويسين مع بعض، وحتى لما كان بيحصل بينا مشاكل كبيرة يعني كنا بنتجنبها وكنا بنحلها ما بيننا وما بين بعض. في ساعات الفترة الصغيرة دي انا كنت مخلفة منه ولد وبنت، ودول كانوا كل مهمتي في الحياة. يعني كل مهمتي ان انا بس اشوف طلباتهم واخدمهم، واشوف طلبات بيتي، واشوف كل طلبات عيالي وجوزي. وفي مرة بقى من المرات وانا كنت رايحة عشان ازور اهلي زي ما انا متعودة، يعني كنت ساعتها شايلة ابني ومعدية كده على الترع. فابني كده وانا بعدي من على الترعة، انتوا عارفين الترعة اللي بيبقى عليها حتة خشبة كده، معدية وانا بعدي عليها. ابني وانا بعدي على الترعة دي وقع مني في الترعة ومات، يعني طلعته ميت على ايدي. وبعد اليوم ده بقى جوزي بقى قعد يهزق فيا ويشتمني، ودايما كان شايف يعني ان انا السبب في موت ابنه. يعني ما كانش فاهم ان ده طبعا قضاء وقدر، وربنا يعني كان كاتب له عمر. يعني لا، اتهمني ان انا انسانة غير مسؤولة، وساعتها بقى قرر وقتها ان هو يطلقني، وطلقني على طول بعد موت ابني. وفي ليلة بس واحدة ابني ضاع مني، وفي نفس الوقت كمان جوزي راح سايبني واخد مني بنتي كمان، لانه طلع عليا ان انا مهملة، ست مهملة، ومش هقدر ان انا احافظ عليها. يعني انا كده في يوم وليلة خسرت كل حاجة، ورحت رجعت تاني وعشت في بيت اهلي، وانا كده بطولي وبعرضي، وسبت ولادي، وما بقاش طبعا في حد معايا ولا حد ليا. يعني ابني راح عند ربنا، والتاني ابوها خدها مني غصب عني. يعني ما كنتش عارفة بصراحة انا ايه الذنب اللي انا اتسببت فيه، او ايه الذنب اللي انا عملته، او حتى ما كنتش عارفة ان انا مش كنت شايفة نفسي ان انا غلطانة علشان يعني اتحط في المواقف دي كلها. المهم بقى اهلي ساعتها بقى قعدوا يقولوا لي معلش ويصبروني، وقالوا لي يا بنتي معلش، بكرة تتعدي، بكرة تتعدل يعني. وبصراحة هو ما عندوش غلط ان هو ياخد بنته، ده بدل طبعا ما انتي تصرفي عليها، هيريحك من مصاريفها ومن مسؤوليتها، وانتي بقى مسيرك هتتجوزي واحد، يعني ما انتي مش هتقعدي كتير. وفعلا في خلال كام شهر كده لقيت واحد كده متقدم لي، كان واحد عجوز قوي يعني كبير، عنده حوالي كده 73 او 75 سنة. كانت يدوب مراته لسه ميتة بس من حوالي 6 اشهر، وكان هو عمال يدور على عروسة. ومن بختي ان انا شفته وعجبته، وبرضه كمان جه وقعد مع امي وقال ان هو هيتجوز. انا وقتها كان تقريبا عندي حوالي كده 33 سنة. ساعتها انا قلت لامي لا يا ياما، ده انا فرق السن ما بيني وما بينه كبير قوي، لا لا ما ينفعش. قالت لي يا بنتي وهو الراجل يعيبه ايه، اهم حاجة ان انت بس هتقعدي في بيت راجل، والمهم يعني ان هو يقدر يتصرف ويصرف عليكي. وده طبعا واحد عنده املاك وما شاء الله ظروفه يعني كانت مية مية. قلت لها ياما طب افرضي مثلا هو مات بعد ما انا اتجوزته. قالت لي طب وانت مالك بقى، هو يموت ولا يعيش، ما انت هتبقي خدتي ارض بتاعته وهتصرفي منها على نفسك. وبعدين يا بنت هو عنده 75 سنة بس شكله كده وصحته كويسين. ساعتها بقى انا سمعت كلام امي وفعلا قلت لها خلاص، يلا هي جوازة والسلام، وهو الراجل كويس يعني، وهيقدر ان هو يفتح بيت، مش مهم يعني اي حاجة وكده.
وده ما دورتش بقى على حاجة، ويا دوب عدى شهرين واتجوزت بسرعة، طبعا لانه الراجل ده كان كبير. يعني انا ما جبتش اي حاجة، وكمان ما خلاش ان انا عملت اي حاجة. انا بس مجرد ان انا رحت له بشنطة هدومي. وساعتها بقى انا اتصدمت لما لقيت الراجل ده له ابن كبير، وابنه الكبير ده كان اكبر مني بحوالي كده 20 سنة. هو كان عنده وقتها حوالي 45 سنة. راجل يعني مش صغير. كان دايما بيجي عندنا في البيت وبيجيلنا البيت. بصراحة انا ما كنتش يعني بطيء قعدته، ما كنتش بحب قعدته معانا، لانه وشه كان مريب كده، وكان دايما بيضايقني في الدخلة في البيت. يعني بس مجرد دخلته في البيت كده كانت بتنرفزني وتعصبتي، بس انا يعني كنت بمشي اموري وخلاص. وكنت عايشة والحمد لله انا كملت حياتي معاه. في خلال كام سنة كده جبت منه بنتين. ويعني بنتي الكبيرة كانت اسمها منى، وكانت الصغيرة اسمها هدى. بعد الوقت ده بقى هو مات بس الحمد لله سابنا مستورين. كان عندنا أرض وكان عندي أملاك، وكان بقى المفروض ان انا اتابع كل الشغل ده. بس ابنه بقى يعني الله يسامحه كان واقفلي على الدعسة في الرايحة وفي الجاية، وكان ما بيطيقنيش، لا كان بيحبني انزل ولا اروح ولا اجي، وبس هو عايزني افضل قاعدة كده في البيت، وهو اللي يتولى كل حاجة ويبقى الكل في الكل. فانا ساعتها قلتله لا لا لا، مش هينفع طبعا معايا الكلام ده. انا عايزة انا اللي اشوف كل حاجة واشوف شغلي واشوف حالي ومحتاجي. يعني كان نفسي انا اللي انزل وباشر واشوف الارض وكل حاجة، وكل حاجة طبعا تكون بايدي انا. فقال لي ليه وانت عايزة مثلا تتعبي نفسك ليه؟ انت اقعدي كده تستتي. وقعد يقول لي طبعا زي ما انتوا اكيد فاهمين ان احنا مثلا صعايدة وما ينفعش الست تنزل وتشتغل، ومش عايز الناس تبص عليكي وكلام من ده يعني. وقعد يقول انا اللي هراعيكم وهاخد بالي بقى من كل حاجة وما تشغليش بالك باي حاجة. بس طبعا انا برضو ما كنتش مرتاحاله، ورفضت ان انا اسمع كلامه ولا حتى استجيب له في اي كلمة هو يقولها لي. يعني هو ما كانش عايزني اروح اشوف حاجات بيتي وطلبات بيتي وكده ولا اعمل اي حاجة. بصراحة انا ما كنتش فاهمة هو ليه عمال يعمل معايا كده. وكان يوميا بقى عندنا كده يكون داخل طالع علينا. وطبعا بقى الناس كانت مفكرة ان هو مثلا بيجي علشان يشوف طلباتنا. بس في الحقيقة هو كان بس بيجي يعني ضل كده ان هو يجي يرخم علينا ويقعد شوية وبعد كده يمشي. ما بقيتش فاهمة اصلا هو قاعد ليه ولا عايز ايه. ورغم ان هو يعني يعتبر ابنه، بس انا قلت يعني ما ينفعش ان انا اقوله ما تجيش تزور اخواتك، ما هو برضو اخوهم الكبير ومش وملهمش يحس غيره يعني. فما كنتش عايزه اقطع الوصل ما بينهم. المهم بقى عدت السنين لحد ما بنتي الكبيره بقى كبرت وبقى عندها حوالي كده 16 سنه. كانت دايما ما بتحبش يعني قعدة اخوها الكبير ده في البيت اللي عنده 45 سنه. يعني لما كان بيجيلنا خصوصا يعني كانت هي بتحب واحد عندنا في البلد اللي هي الحدانا اللي جنبينا، كان هو معجب بيها قوي. وكمان جالنا علشان يتقدم لها. وبصراحة بقى انا كنت موافقة، لكن الغريب في الموضوع بقى ان اخوها الكبير ده مرضيش، وقعد يزعقلي وقعد يهلل، وطبعا ما كانش عاجبه العريس. وقال لي دي لسه صغيرة، ده لسه عندها 16 سنة، يعني ما ينفعش ان هي تتجوز في الوقت ده. رغم يعني عادي ان احنا عندنا اصلا ناس بتتجوز وبتتخطب اكتر من كده كمان وفي سن اصغر من كده. بس ساعتها بقى انا مفهمتش هو بيقول كده ليه. وبنتي قعدت تتحايل عليا وقعدت تعيط لي، وقالت له ان هي مرتاحه للولد ده وان هي عندها استعداد تتجوزه ان شاء الله حتى دلوقتي لو هيتخطبوا. بس هي قالت له كده علشان يوافق وبرضه موافقش. وقعد يقول انا المسؤول هنا ومش هتمم الجوازه دي من اولها كده. المهم بقى انا ما كنتش فاهمه ايه اللي في دماغه وقتها، ومن اليوم ده طبعا منى بقت تكره اخوها جدا اكتر كمان من الاول. وكان كل ما بيجي يقعد عندنا بتفضل قافله على نفسها في الاوضه وما بتخرجش لحد ما هو يمشي ويتوكل على الله. كانت دايما بتقولي انتي ليه يا ماما بتخليه يجي؟ احنا مش عايزينه ولا عايزاه يكون في حياتنا. المهم بقى ان انا بعد كده بقى اتفاجئت بتغير حصل لبنتي، تغير غريب. ولقيت بنتي انها فجأة بتعامله كويس، بس انا طبعا ما كنتش فاهمة اللي حصل. واللي عرفته بعد كده بقى ان الباشا الاستاذ كان بيجي البيت وانا مش في البيت. وفي مرة من المرات دي بعد موضوع الرفض اللي هو رفضه العريس اللي كان جاي لبنتي، راح في البيت وانا ما كنتش موجودة هناك ودخل وخبط. وساعتها منى بنتي الكبيرة هي اللي راحت فاتحة له الباب. ولما لقته يعني قالت له انا امي مش هنا، امي يعني راحت السوق كده تجيب طلبات، فلما هتبقى عايزها بتعللها اخر النهار. قالها طيب وايه المشكلة؟ ده انا جاي علشان اقعد معاكي انتي شوية. وفتح معاها موضوع الولد ده وقال لها انتي كنتي عايزة تتجوزي الواد ده،
ده على فكرة مش كويس ومش عارف ايه، وانا كنت خايف عليك. طبعا بنتي بصت له باستغراب وقالت له يا سلام، وانت ايش عرفك يعني ان هو مش كويس وبتقول عليه ليه كده؟ قالت له انت يعني رفضته وخلاص الموضوع انتهى، ما تتكلمش معايا تاني. فقال لها طيب من النهارده بقى انا هقولك انا رفضته ليه. وقعد جنبها ومسك ايديها وقال لها انا بصراحة رفضت العريس علشان انا بحب بنتي منى. كده بصت له باستغراب وقالت له بتحبيني ازاي بتحبيني وانا اختك؟ قال لها طب وايه المشكلة؟ على فكرة بقى احنا ينفع نتجوز؟ قالت له يا سلام. قال لها اه والله، اصل انتي امك مش امي، انتي بس اختي من ابويا. وطبعا بنتي بقى كانت عيلة صغيرة وما تفهمش اي حاجة في الكلام ده، وعرف ساعتها ان هو يضحك عليها في الحتة دي يعني ان هي يعني جاهلة في الامور دي. بس انا عارفة ان الاخوات ما بيتجوزوش بعض. وبعد طبعا ما قالها الكلمتين دول قعد ان هو يتقرب منها، وبعد كده خدها ودخلوا الأوضة وحصل بينهم في اللحظة دي بقى بنتي منى من اليوم ده ما بقتش بنت. ولما هي خافت يعني من اللي حصل وكده ساعتها هو طبطب عليها وقال لها ما تخافيش، ده انا هتجوزك، انا عملت كل ده علشان انا بحبك. ويا ترى انا بس مستغربة ان يا ترى الملعون ده كان في ايه، كان في دماغه ايه، معرفش، انا مش فاهمة حاجة. والمصيبة بقى انه بقى من وقت للتاني كان بيروح البيت وانا مش هناك، لدرجة ان هي بعد ما كان يعني عملت الحاجات دي معاه مش غصب عنها يعني، بس فهمت ان هو هيتجوزها بقى. بقت هي بقى اللي بتستناه وبتضحك عليا وبتقولي ان هي بتروح المدرسة، وانا لما كنت بتكل على الله وبمشي علشان اروح شغلي واختها الصغيرة اللي هي كانت اصغر منها بسنتين بتروح رايحة على المدرسة، هي بتفضل قاعدة في البيت بقى مستنية سبع البرومبا لما يروح لها. وفي اليوم بقى يعني في يوم من الايام انا دخلت عليهم وشفت المنظر ده في نفس اليوم. انا يعني روحت بدري وخلصت كل اللي ورايا، وكنت ساعتها مصدعة وظهري وجعني قوي، فقلت استأذنت من الشغل وقلت اروح اشوف اي حاجة في البيت اعملها وبعد كده اريح شوية. وبعد ما دخلت كده سمعت صوت غريب في اوضة النوم، قعدت طبعا ان انا اتسحب. ولما فتحت الباب لقيت المصيبة والكارثة دي في وشي. ساعتها قعدت اصوت وما بقتش فاهمة اي حاجة خالص. قلت له انت بتعمل ايه؟ ده اختك اللي ما بتخافش ربنا، ده انا هفضحك في البلد كلها، ده احنا صعايدة مش بعيد كمان يقتلوك ويخلصوا عليك. راح قايل لي ايه الكلام اللي انت بتقولي لي ده؟ انت عبيطة ولا ايه؟ هو انت بقى فاكرة ان ممكن حد هيصدق الكلام اللي انت عمالة تقوليه ده، ان انا اعمل مع اختي كده؟ قلت له حرام عليك، وانت تعمل معاها كده ليه؟ ازاي دي اختك، دي عرضك وشرفك تعمل معاها فيها كده ازاي؟ انت ما بتختشيش؟ وبقيت طبعا هتجنن، بقيت ساعتها قاعدة زي المجنونة بالظبط. لا اله الا الله، هو في شيطان في الشكل ده؟ يعني سبحان الله، بقيت قاعدة مش عارفة اتصرف ازاي ولا حتى اعمل ايه في الفضيحة اللي انا وقعت فيها دي. ولقيته بيقولي ده انا اهل البلد عارفيني من سنين السنين، وعارفين طبعا ان انا كويس، ومحدش طبعا هيصدق الكلام المش كويس اللي انت عمالة تقوليه ده، وهيقولوا عليكي ان انت اتجننتي. ولقيته بيكلمني وبيقولي لو انت قلتي حاجة هقول ان اختي كانت ماشية مع الولد اللي انا رفضته وهو اللي عمل فيها كده، وانتي عايزة تلبسيني التهمة دي. ساعتها بقى قعدت افكر مع نفسي كده شوية وحسيت ان انا فعلا مش هوصل لاي حاجة، ما بقيتش عارفة اعمل ايه. وما قعدت اتكلمت مع بنتي حكيت لي على كل اللي حصل لها ده. مسكت بنتي وقلت لها يا منى ينفع الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هو في واحد بيتجوز اخته؟ قالت لي انا ما اعرفش بقى يا اما، هو قال لي كده وانا فكرت فعلا ان هو مش بيضحك عليا وان هو هيتجوزني، وعلشان كده كنت قاعدة ومستنياه واتجاوبت معاه. قلت لها يا بنتي ما ينفعش كده، طب هو لما جه مسك عملتي ايه؟ قالت لي يا ماما الصراحة انا فكرت ان هو هيتجوزني. منتهى التخلف والغباء. والمصيبة بقى مش المصيبة في كده، في اللي انا وقعت فيه. وبعد كده بعدها بكام يوم كده لقيته جاي ودخل عليا كده بطلته زي اللي زي الزفرة، ولقيته قاعد عمال يتكلم معايا وبيقول لي انت عارفة يا مرات ابوي انا عملت كده مع منى ليه؟ قلت له لا والله انا ما اعرفش حاجة، ويا ريت تفهمني وتعرفني علشان انا اصلا نفسيتي زي الزفت من ناحيتك. فلقيت المعفن ده بيقول لي انا عملت كده علشان انا بحبك انتي. قلت له يا سلام، لا والله اضحك عليا، ازاي يعني؟ لقيته بيقول لي انا من اول ما شفتك وانا كنت معجب بيكي، وكانت نيتي ان انا اتجوزك، بس للاسف بقى للاسف الشديد ابويا سبقني ومعرفتش ساعتها اتكلم، وطول السنين دي انا داخل خارج طالع عندك علشان انتي عجباني وداخله مزاج، ونفسي انك تبقي بتاعتي وتبقي ملكي. شفتوا الخيبه يا ولاد؟ الخيبه بقى انه مش ضحك عليا بس، ده ضحك على بنتي كمان. والكلمتين بتوعه دول دخلوا عليا وقتها، وقعدت اقول له يعني انت عايز مني ايه دلوقتي؟
قال لي بصراحة كده انا عايز اتجوزك على سنة الله ورسوله. وانا معرفش بقى بجد الواحد ما ينفع ان هو يتجوز مرات ابوه ولا لا. سكت كده ورجع وقال لي على فكرة ينفع اتجوزك عادي طالما طبعا ابويا مات، بس انا لسه هسأل واتأكد في الموضوع ده، ولحد ما اسأل واتأكد لو انت عايزاني مجيش جنب منى خالص، علشان بصراحة ما بقدرش ان انا ابعد عنك يعني وكده، وامسك نفسي بقى باللي انا بعمله بمنى، يبقى انت اللي تعملي كده معايا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا عايزك انت بدل منى بنتك، وساعتها مش هاجي ناحيتها ولا هلمسها خالص، بس اهم حاجه تبقي معايا. قعدت كده مع نفسي افكر شويه ومعرفش كلامه دخل مخي وغسل مخي ازاي، بس بجد انا ما كنتش فاهمه النقطه دي. يعني هو مش اخويا علشان اقول ان هو ما ينفعش يتجوزني ولا اي حاجه من دي خالص. قلت له خلاص اللي انت عايزه ماشي. قال لي بس كده تعجبيني يا مرات ابويا، وساعتها بقى خدني ونفس اللي عمله مع بنتي في نفس الاوضه عمل معايا بالظبط نفس اللي عمله معايا. وبعدها حسيت ان انا بحتاج للحاجه دي، حسيت ان انا معيشتش حياتي مع ابوه، كنت عايشه كده عيشه والسلام، وما كنتش يعني بهتم باي حاجه من دي. لكن هو كان لسه شاب صغير يعني عرفني معنى الحاجه دي وحببني فيها قوي، وبقيت انا اللي بستناه كمان من وقت للتاني. الراجل ده بصراحة في حاجة غريبة كده بتجذب الواحدة ليه وبتجذب الواحدة ناحيته، بس من اليوم ده هو ما لمسش بصراحة بنتي منى، وهي كمان لما فهمت ان هو ما ينفعش كمان يتجوزها وان هو ضحك عليها سكتت خالص وبعدت عنه تماما وما بقتش بتجيب سيرته. ما تسألونيش بقى ايه اللي حصل في الفترة دي، ما كنتش بفكر ساعتها في بنتي منى خالص ولا في المشكلة اللي انا كنت فيها، وقلت لنفسي ساعتها هبقى اشوف لها اي حل. كل بس اللي كنت بفكر فيه في الفترة دي نفسي ثم نفسي، وبقيت عايشة معاه وناسية الدنيا خالص. كان كل يوم بيجي يقضي كام ساعة معايا بتوعه وبيمشي، وافضل مستنياه لحد ما يجيلي تاني، وبقيت فعلا مبخرجش زي ما هو طلب مني، وبقيت بسمع كل كلامه، ولا بروح السوق ولا بخلي كمان بنتي تنزل الشغل ولا بنزل الشغل ولا اي حاجة، وفين وفين لما افكر ان انا انزل. وفضلت قاعدة ومستنية بقى علشان يجي يقولي ان هو خلاص هيتجوزني، لحد ما جه في مرة ولقيته بيقولي ان هو سأل وقال ان انا لازم اتجوز واحد تاني الاول واتطلق منه وبعد كده هو ساعتها ينفع يتجوزني. قال لي عارفة كده المحلل لما الواحدة تتطلق من جوزها كذا مرة، اهو انتي برضو لازم يحصل معاكي كده، تتجوزي وتتطلقي وبعدها انا هينفع اتجوزك. قلتله بس انا دلوقتي مش عايزه اتجوز حد تاني غيرك ومش عايزه حد يدخل عليا غيرك. لقيته بيقولي خلاص طب انتي عايزه ايه دلوقتي؟ قلتله ما اعرفش. قال لي خلاص بقى احنا هنفضل مع بعض بقى من غير جواز، انتي عارفه اللي فيها، وقال لي ما تطلبيش مني الجواز بقى علشان مش هينفع. قلت له يا سيدي خلاص مش مشكله، اهم حاجه بس انك ملكش دعوه بمنى، سيب منى بنتي دي في حالها وابعد عنها. قال لي طبعا انتي عارفه ان انا اصلا عايزك انتي، منى دي بس كده كانت سد خانة علشان انا كنت تعبان. قلت له خلاص. بعدها بدأ بقى ان هو يتصرف تصرفات غريبة، يعني مثلا لو رحت له كده في يوم من الايام الاقي ان هو ينام معايا في اي حتة، وما اقول له هنعمل كده هنا في الغيط يقول لي ما نعمل في اي حتة انا حر، اي اوضه اي كل اي حاجة كان يعطر عليا فيها ويلاقيني كان يعمل معايا كده، وانا بصراحة ما كنتش بحس بنفسي. كانت علاقتنا غريبة قوي بصراحة زي البهايم بالظبط، احنا كنا عاملين كده لو زريبة كان بيجي فيها معايا برضه، لغاية ما حصلت بقى حاجة لا جت على خاطر ولا على البال. كان في واحدة جارتنا دي كانت اسمها سهير، كانت بايتة يعني عندنا كده، كان عندها كده حاجة وعشرين سنة، هي كانت على وش جواز بس كانت بالنسبة لنا ان هي كبرت. يعني لقيتها كده في يوم من الايام وفي مرة كده اللي احنا كنا بنعمل فيها كده في الارض، شافتني انا وهو، ولما عينها جت علينا راحت مصوتة بأعلى صوت وبعدين طلعت تجري. قلت له طبعا بعدين هنعمل ايه؟ قال لي ولا حاجة، هنعمل ايه يعني؟ قلت له البت دي شافتنا يعني ممكن ان هي تتكلم علينا او تفضحنا في البلد. قال لي طيب وانا هعمل لك ايه؟ ولقيته بيقول هي مش معقوله هتتكلم عليا بسوء ولا انتي شايفه ايه؟ قلت له طب واحناش ضمنه ان هي ما تتكلمش علينا. قلت له طب استنى بس هفكر كده اعمل ايه. المهم ان انا استنيت كده يوم لغايه ما هي مشيت، وفي تاني يوم شفتها تاني وقفت واتكلمت معاها ورحت قلت لها علشان خاطري يا سهير اوعي تتكلمي مع حد ولا تقولي لحد اللي انتي شفتيه. لقيتها بتخلي يا خالتي لا ما تخافيش والله ما هقول لحد، انا اصلا ماليش دعوه بحد يا ستي. وشكلها كده كانت اصلا خايفه، بس انا برضو ما كنتش مطمنه لها. قلت لها بالله عليكي انتي ما تعرفيش حاجه وما انتيش فاهمه اي حاجه وما تعرفيش انا بعمل كده ليه، فعلشان خاطري الله يسترك ما تجيبيش اي سيره لحد. قالت لي حاضر، وبعد كده هي مشيت، بس انا بصراحه ما كنتش مرتاحه لها
وقعدت كده افكر اعمل ايه بالظبط لحد ما جه في بالي كده فكرة. رحت لها كده بعد يومين كده وقعدت اتكلم معاها وقلت لها ده انا ما كنتش واخده بالي منك يا سهير، ده انتي حلوه كده، ده انا عندي واحد قريبي بصراحه نفسه يتجوز بنت حلوه زي كده وكان قايل لي نفس المواصفات بتاعتك بالظبط، والراجل ده كمان مقتدر وغني وهتروحي تعيشي معاه هناك في البلد بتاعته. لقيتها كده فرحت قوي وبعد ما كانت خايفه وما صدقت ومش عارفه تقف على رجليها. المهم وقفت معايا وطبعا لقيت خطتي نجحت علشان يعني جيت لها على الجرح. قلت لها طيب، قالت لي لقيتها بتقولي طيب وبعدين يا خالتي. قلت لها بصي انا بس عايزاه يشوفك علشان يعني اتاكد ان انتي عاجباه وكده، بدل ما يروح البيت وبعد كده ما يحصلش نصيب. وطبعا قلت لها ما تقوليش لحد لغايه ما الموضوع ده يتم علشان الحاجات دي بتتنظر. قالت لي خلاص ماشي، واتفقت معاها ان هي هتجيلنا في مزرعه الذره علشان هو يشوفها بس من بره. قالت لي خلاص. اتفقت معاها واخدت الميعاد ورحت فعلا استنيتها في اليوم اللي انا اتفقت معاها عليه. وبعد ما هي جات لي قالت لي ايه ده هو فين؟ قلت لها طيب تعالي بس معايا كده امشي شويه وهو جاي. قلت لها تعالي ندخل جوه نريح على المستوى شويه عشان طبعا محدش يشوفنا. المهم انها سمعت كلامي ودخلت معايا وقالت لي ماشي. كان ساعتها بقى ابن جوزي مستنيني في وسط الزرع، واول ما دخلنا راح ماسكها من ايديها وكتفها. قعدت هي تصوت وتتنطط وتقول في ايه يا خالتي. قلت لها مفيش حاجه، انا عايزاكي بس ما تتكلميش خالص. قالت لي والله ما هقول لحد. انا ساعتها بقى بصراحه كنا خايفين قوي، ولما شافها كده قال لي والله عندك حق، البت دي كده شكلها مش مضمون. وساعتها رحت انا جايبه من معايا الشرشاره بتاعه الارض ورحت ضربها بيها في راسها وخلصنا عليها وسيبناها في الارض. وساعتها بقى ابن جوزي راح قايل لي بقولك ايه، انا عايزك تخلعي الحلق اللي في ودنها ده. فانا قلت له ليه واستغربت. قال لي علشان طبعا الجريمه دي تبان ان هي سرقه مش اكتر ومحدش بقى يفكر في اي حاجه تاني. وبعد كده بقى اختار ان هو يطلع من حته وطلع وسابني، وانا فضلت كده ماشيه في وسط الزرع علشان اطلع من الارض دي من غير ما حد يشوفني. وطبعا بقى حصلت المفاجأة اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر. قابلت واحدة ساعتها من الجيران، يعني قابلتها بالصدفة، بصت لي كده باستغراب وقالت لي ايه ده انت ايه اللي جابك من الناحية دي؟ قلت لها لا مفيش حاجة، ده انا كنت بتمشى عادي. قالت لي ايه ده بس انت الناحية دي مش ارضك، يعني استغربت ان انا جاية من عن طريق الارض بتاعت جارنا. قلت لها يا ستي وايه المشكلة، مفيش حاجة انا بتمشى بس. وبعد كده روحت، وبعد ما خبيت الحلق ما كانش طبعا في دماغي اي حاجة ولا فكرت ان ممكن اي حد يشك فينا يعني. المهم بقى بعد يومين تلاتة الدنيا اتقلبت وقعدوا ان هم يدوروا على البيت دي ويدوروا عليها في كل حتة، وبعد كده لقوها في الزرع. تاني يوم الصبح لما اصحاب الارض شافوها طبعا الدنيا وقتها اتقلبت، وبسبب حظي القليل وحظي الولية اللي هي شافتني دي ان هي ركزت معايا اوي ان انا كنت ماشية من الارض دي وانا طالعة من ناحية تانية، وراحت فعلا وبلغت عني وقالت عني وقالت اللي حصل بالظبط ان هي شافتني في الارض دي. ولما هي راحت قالت كده طبعا النيابة استجوبتني وقعدوا يحققوا معايا وقعدوا يقولوا لي كلام من هنا ومن هنا لما خلوني بقى ان انا انهارت وما بقيتش قادرة ان انا اتكلم. وساعتها بقى انا معرفتش انكر ولا اعمل اي حاجة واعترفت بكل حاجة. لقيت نفسي كده بعترف في لحظة في لحظة، ولقيت نفسي في لحظة انهيار. وقتها طبعا قلت كل حاجة على اخو جوزي واللي عمله في بيتي واللي عمله في بنتي علشان يوصل لي يعني وكده، وان هو كان دايما يهددني ان هو هيعمل مع بنتي كذا وكذا ومش هيسيبها وكمان هيفضحنا لو انا ما عملتش معاه كده. وساعتها لقيت نفسي مش مستحملة الموقف اللي انا فيه ولا قادرة على نظرات الناس ليا والفضيحة اللي انا اتحطيت فيها وبقيت فيها. ومن غير تفكير رحت انا نطة من الشباك، ولسوء الحظ الشباك ما كانش بعيد عن الارض. المهم ان انا يعني عشت متكسرة وقعدت في المستشفى وعملوا ليا استجوابات كمان بعد ما خفيت. وساعتها بقى ما كنتش محبوسة، وبنتي منى كمان خدوها هي كمان علشان يستجوبوها وقعدوا يسألوها بقى على كل التفاصيل علشان بقى يعرفوا ازاي اذا كان كلامي صح ولا لا. وطبعا كشفوا عليها وعرفوا فعلا ان هي مش بنت، وفهموا بقى ساعتها كل حاجة. وساعتها بقى اتأكدوا ان كل كلامي صح.
ولما جابوا الأستاذ طبعا اللي هو ابن جوزي قال ان هو ملهوش اي دعوة بأي حاجة حصلت، وان انا اللي كنت يعني عايزة افضحه، وان انا اللي كنت بطلع عليه كده. قال يعني اللي انا اللي بتبلى عليه، وان انا عايزة اللي اشيله الليلة من اولها لاخرها. وقال نفس الكلام على البنت منى اللي هو قالهولي قبل كده ان هي كانت ماشية مع الراجل اللي كان متقدم ليها وهو اللي عمل فيها كده. بس طبعا النيابة مسكتوش وفضلوا وراه لحد ما في الاخر زهق هو كمان وراح معترف بكل حاجة، وقال ان هو اللي عمل فيها كده، وقال ان انا كنت عاجباه من اول يوم دخلت فيه بيت ابوه، وقال ان هو كان عايز يوصل يعني باي شكل من المشكل، وملقاش اي فكرة قدامه غير ان هو يعمل كده مع بنتي يعني علشان يكسر رقبتي قدامها. وبعد كده بقى انا خفيت وللاسف اتسجنت طبعا انا وابن جوزي، بس بنتي منى بقى اخدت براءة، بس اخدت براءة بعد ما اتفضحت طبعا فضيحة عمرها اللي عمرها ما هتتداوى. وسبتهم بقى وانا مش عارفة الناس هتعمل فيهم ايه ولا هيواجهوا الدنيا ازاي من بعد اللي حصل ده. وعلشان كده انا حبيت ان انا احكي لكم قصتي دي، علشان اي واحدة تتحط في موقف ده ما تكونش قليلة حيلة زي يعني ما حصل معايا، او ما تكونش عارفة مش فاهمة مثلا تتعامل ازاي. لا، لازم تتكلم ولازم تسأل الناس وتسأل هنا وهنا وتسأل الناس اللي اكبر منها والناس اللي بتفهم. لازم تعرف تتعامل ازاي مع الوحوش اللي بنقابلها يوميا في حياتنا وتعمل ايه. وياريت ما تسكتيش على اي حاجة ولا تخافي من اي حاجة، لان في النهاية انتوا اللي هتغوصوا في القرف ده وانتوا اللي هتغوصوا في الوحل مش اي حد تاني. فياريت القصة دي تكون عبرة وعظة لأي واحدة تعيش نفس المأساة اللي أنا كنت عايشاها، لأن القصة دي للعبرة وللعظة، وكل واحدة تخلي بالها من نفسها وتخلي بالها من أقرب الناس ليها. يعني كمان أقرب الناس ليكي ما تثقيش فيهم خالص، اوعي، لأن دايما المصايب بتيجي من القرايب.